السلام عليكم الزلف اللون مشاهدي الكرام، تلبية لطلباتكم فيما يخص تحضيرات لشهر رمضان بخصوص المخبوزات والبريوش. اليوم لبيت الطلب، بدت لكم بريوش رائع بعجينة سحرية روعة، يجيكم خفيف وهش ورائع ولذيذ، يعني بهذا الشكل الرائع. الوصفة أكيد تفيدكم وتعتمدوها إن شاء الله، تحضروها بإذن الله وتعجبكم وتعجب أولادكم وعائلتكم. أثي سمعتين لا وسط أكيد قصة ندي تدون أتيلي ذي لاشين إن شاء الله تينو مخمار لا فيرسيون استقبالي ثاك بيبليا ودجاغلو ليا سداو لا فيديو يجي. إذا كما قلنا نبدأ بسم الله. هذا البريوش بمقادير مضبوطة وبسيطة جدا، يعني إن كيلو بهذا الكاس تاع الشاي، هذا ناخذوه كمقياس ل 500 غرام فرينة. ناخذ كاس شاي ماء، كاس شاي زيت، وكاس شاي لبن، بيضة واحدة بحرارة المطبخ، مع الحليب يكون دافئ نلمو به العجينة، وأيضا السكر مع الخميرة، خميرة الخبز اللي هي مغرفة كبيرة ونص. إذا كان الجو بارد ديروا 2 مغارف. نحطو معاه مغرفة كبيرة سكر، مع الكاس تاع الشاي ماء يكون دافئ اللي قلت لكم. هذا هو المقياس اللي نكيلو به. نخلطه هكذا قليلا مع المغرفة ونخليه يطلع. في وقت لي نكملو باقي الوصفة. كما قلت هي سهلة جدا، حتى هذا المقادير هي بسيطة وفي متناول الجميع. عندنا هنا بيضة بحرارة المطبخ، ناخذ الصفار والبياض ل 500 غرام فرينة اللي تكونوا غربلتوه من قبل. يعني هذيك الفرينة كي تجوزوها من السيار تكون مهوية يدخلها الهواء وتجي خفيفة، وتضيفوا لها كاس شاي لبن أو رايب، إلا ما عندكمش ما تضيفوش، مع كاس شاي زيت المائدة أو زيت تورنسول سونغو، ونضيفوا لها السكر. هي درنا في مع الخميرة مغرفة كبيرة، هنا نزيدو 2 مغارف كبار ونص. إلا حبيتوها تجيكم حلوة ضيفوا لها مغرفة كاملة، أي الكل 4 مغارف كبار مع مغرفة صغيرة فانيليا. هنا كما راكم تلاحظوا ما درناش الملح. نبداو بالخلط هكذا نلمو في العجينة، يعني بهذه الطريقة. بعد ذلك نضيف لها الخميرة، خميرة الخبز اللي هي مغرفة كبيرة ونص، اللي خلطناها مع كاس شاي ماء دافئ، مع مغرفة كبيرة سكر حبيبات، ونضيفها للخليط الأول. نعيد المقادير: 500 غرام فرينة، كاس شاي زيت، كاس شاي لبن، كاس شاي ماء، حبة بيض واحدة، و3 مغارف كبار ونص سكر. هنا نبداو نلمو بالحليب اللي قلت لكم هو حليب دافئ. هنا يمكن تضيفوه كامل هذا الكاس، يمكن تخليو منه شوية. انا خليت منه ربع هذا الكاس. نتمنى تعجبكم الوصفة تاع اليوم، وتخلوا لي تعليق وجيم إذا كان كذلك. لما لا البارتاج لهذه الفيديوهات اللي تكون حافز ليا، هكذا نزيد نعطي لكم في المستقبل وصفات أخرى يعني مليحة واقتصادية وناجحة وتفيدكم. كما نتمنى تجربوا هذه الوصفة، صدقوني رائعة. هنا في هذه المرحلة بعد ما لمينا العجينة تاعنا، نضيفوا مغرفة صغيرة ملح نذوبوها في الحليب، ونواصلوا ندخلوا كامل هذا الملح في العجينة بهذا الموفمون. هي في نفس الوقت راكو تدركوا فيها العجينة تكون بهذا القوام، تكون تلاصق في يدكم، يعني ما تزيدولهاش الفرينة. خلاص فقط الكاس إلى ربع حليب، هو حليب دافئ كما قلت. هنا نواصلوا نلمو في العجينة، يعني نخدموها وندلكوها شوية بيدنا فقط هكذا. يعني الفيديو واضح.
هنا بعد ما خمرت نحطوها فوق لو بلون دو طرافاي، يعني يعاونوها بالفرينة هكذا ما تلصقش. بالكوبات تبداو تقطعوا فيها، نتحصلوا على 6 قطع، يعني اولا نقطعوها على 2 ثم على 3 وشكلوا هكذا دي بول. حاولوا يكونوا متساويين. بعد ذلك ناخذ شويه فرينه مع الخيط. الخيط هذا غذائي ايضا، يعني نحطوه في الفرينه هكذا كي نخدموا به ما يلصقش لا في العجينه لا في اليد. نبداو نخدموا هكذا، ناخذوا إنبول ونحطوها فوق الخيط ونبداو نشكلوها بهذه الطريقة. يعني تقدروا تعوضوا هذا الخيط بالسكين، فقط تقطعوها من الأطراف وتاخذ أيضا نفس الشكل. فقط أخواتي ما تنقصوش في المقادير، يعني هي مقادير مضبوطة إلا حبيتوا البريوش تاعكم يكون ناجح. ها هو خلاص كملنا الأولى، يعني دوك تشوفوها نوريها لكم. نقطعوا زائد الخيط بالمقص، ها هي يعني فعلا رائعة. كي تزيد تتنفخ تحصلوا على شكل جميل وشباب. نتلاقى بكم بعد قليل. ها هي النتيجة اللي نتحصلوا عليها، شكل شباب بزاف بزاف. نتمنى تجربوا الوصفة. هنا نحضروا بيضة كاملة، نضيف لها شوية حليب مع قليلا من الفانيليا، ندهنوها كامل ونخليوها تخمر. هنا تكونوا شعلتوا الفرن تاعكم بدرجة حرارة 190 إلى 200 درجة. هنا نخليوها تخمر. بعد ذلك نعاودوا ندهنوها أيضا بهدوء فقط، نخلوها تطيب. كي تاخذ اللون من التحت نشعلوها من الفوق. وها هي في طبق التقديم، بريوش رائع جدا. نقطع لكم حبة تشوفوها عفوا. لاحظوا اللون والشكل، هي على شكل وردة. هنا مازالها سخونة، ما نقدرش نحي الخيط الآن، خلوها تبرد تماما. يعني الخيط يتنحى بكل سهولة لأنه كما لاحظتوا دنانو الفرينة. ها هي. نتمنى عجبتكم. خلوا لي تعليق إذا كان كذلك. أكيد تعجبكم وتولوا تعتمدوها وتحضروها في شهر رمضان الكريم وحتى في الأيام العادية. أنا مثل هذه الوصفات ما يخطونيش. شوفوها من الداخل يعني طرية بزاف، ملغري هنا مازالها سخونة، ولكن شهية جدا. حتى اللون لون باهي. نتمنى فدتكم بالوصفة. وعلى هذه نقولكم أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء في وصفة أخرى.